السلام عليكم شباب. انا برضو لسه عايز بس اكد على حاجه بالنسبه للناس اللي عندها ما شاء الله احلام واهداف كبيره، بس شايفه ان العائق قدامهم الفلوس. تاني انا عايز اقول ان اللي عنده فكره وعنده ليها سوق خلاص، يعني that's all what you need، وفعلا انت محتاج الفلوس، بس بقى سهل ان انت تجيب الفلوس في الحاله دي. ليه؟ مشكلتنا احنا لما بنيجي نشتغل احنا بنشوف ايه اللي شغال ونشتغل. يا جماعه الاكل ده شغال، يلا بينا، انا عايز اعمل حاجه اكل. واحد كده يكلمك يقول لك انا عايز اعمل حاجه اكل، الاكل ده شغال ومحدش هيبطل اكل وبتاع. انا عايز اعمل حاجه عقار، العقار بيكسب والجنيه بيبقى 2 كلام غريب كده. وفي نفس الوقت في ناس شايفه اضافه لصناعه معينه، داخله صناعه معينه عارفه انها تغير فيها، داخله حاجه حتى لو حاجه شغاله وحتى لو حاجه كل الناس بتهرس فيها، بس هو داخلها بطريقه هتخليه يعمل حاجه جديده فيها. هو ده تمام. انت لو عندك الفكره الجديده دي وحاجه انت شايف ان ليها سوق او هي ملهاش سوق، بس انت هتعرف تعمل ليها سوق، يعني منتج الناس لسه ما شافتهوش، زي مثلا اول ما الموبايل فونز مثلا لما طلعت، لكن انت عارف انت بمجرد ما تعمل المنتج ده خلاص النيد بتاعته هتتولد على طول يعني. طيب عندك الفكره وعندك السوق او هتعرف تعمل السوق وناقصك الفلوس. انت مش شرط ان انت عشان تحقق حلمك ان تقع عليك شنطه فلوس من السماء، او انك تلاقي الخاتم الماس في بطن السمكه. انت ممكن انت اللي تعمل الفلوس، مش قصدي تعملها يعني هتوجدها يعني، لكن لا، انت عندك فكره وعندك سوق في فلوس، بس الفلوس مستنيه واحد زيك. فانت عايز تعرف الجهه اللي معاها الفلوس ان انت عندك الحاجات دي، عندك فكره وعندك ليها سوق. اللي ناقصك بس لغه التعارف اللي بينك وبين الكيان ده. اي واحد مستثمر مش هيرضى ان انت تخش تقول له والله انا عايز اعمل مشروع اكل وبفكر اعمل كذا كذا واحلامي وبتاع، يقول لك خلاص ماشي قشطه، انت روح احلم بقى، ايه بعيد عني وبتاع. اول حاجه لازم تعرف لغه الحوار بينك وبين الممول ليك، تمام؟ لغه الحوار they are talking business so you have to talk business، تمام؟ انت معاك بيزنس موديل ناجح، عرفه ان هو ناجح، اوصفه له. دايما بقول الموضوع ده بيزنس بلان، يعني بيزنس بلان دي حاجه كده بيزك، يعني دي حاجه كده الف ب. هتروح لعم جوجل، يا عم جوجل انا عايز اعرف يعني ايه بيزنس بلان، هيقول لك والله البيزنس بلان يعني كذا، وادي تمبلت اهي للبيزنس بلان، ودي تمبلتس للبيزنس بلانز اللي ليها علاقه بالشغل بتاعك، والستبس تعمل بقى الاكزيكتيف سمري ومش عارف ايه، والماركت سيجمنتيشن والماركت ريسيرش، وفي الاخر تطلع لك الريتيرن اون انفستمنت والبريك ايفن بوينتس تبقى فين وبتاع. وعملت حاجه كده جميله بسرد محترم. انت ذات نفسك وانت بتعملها شفت نقط الضعف بتاعت البيزنس بتاعك، انت ذات نفسك قست قوه البيزنس بتاعك. انت ساعات بتبقى بتحلم والله ده الشغل ده احنا نعمل شغل حلو قوي لو اشتغلنا في دي وفي دي وفي دي، بس في الاخر لما يجي الموضوع تو نمبرز تلاقي الدنيا لا، هي مش بروفيتبل زي ما انت كنت فاكرها، او لا دي ممكن تعمل بطريقه تانية، او ده في سوق زياده ممكن اوصل له. يعني حط الموضوع على ورق، حط افكارك على ورق. دايما لما تحط افكارك على ورق في سكك بتتفتح، وفي افكار بتكبر، وفي حاجات بتبان ما بتبقاش انت شايفها. فاول خطوه يا عم جوجل عايز اعمل بيزنس بلان، طب والله بيزنس بلان اتعمل كذا كذا كذا، روح اعمل ماركت ريسيرش وتعالى لي بقيم عشان هتحطها في الحته الفلانيه، روح جيب قيم كذا كذا عشان هنعمل فاينانشال ستيتمنتس، روح يعرف مش عارف ايه وحدد التيم بتاعك وشوف هتصرف كام في كل حاجه. فلما انت تجيب الموضوع ده لواحد انفستور ويلاقيك عامل الاستادي دي ومعاك فعلا فكره وليها فعلا جدوى وحاجه هو لامسها، يعني برضو انت لما تيجي تروح لحد الفكره، انت عايز تعمل حاجه في البايوميديكال مثلا، هتقوم رايح لحد مثلا صيدلي، حد دكتور، فهو فاهم في الموضوع ده وشايف الاوبورتيونيتي في الفكره بتاعتك، فعلى طول وش هو اصلا بيدور على واحد زيك. تفهمني؟ حاجه مثلا في الاكل مثلا، خلاص روح لواحد هو في المجال وبتاع وشايف ان فكرتك فعلا اضافه، وهو لامس السوق وعارف التغيير بتاعك دوت هيعمل ايه، وش هيروح معاك اصلا ما فيهاش كلام يعني. بس انت اعرف توصل للناس دي واختار اللي يضيف ليك، يعني شركائك دول اختار مثلا ان انت تروح مع واحد معاه سوق، واحد معاه سيلز بوينت، واحد معاه خبره، واحد بيزنس ديفلوبر، واحد معاه احلام زيك، معاه باشن، هيدوس معاك، هيزق معاك، لما تتجعلص معاك الدنيا هتلاقيه بيديك بوشز. يعني نقي فعلا. انت هيجي عليك وقت هتنقي شركائك، مش هتدور عليهم، انت هتنقيهم. لو انت فعلا فكرتك صح
ولو انت فعلا فكرتك دي ليها سوق، انت اصلا انت الناس كلها بتدور عليك. واحنا في انفايرمنت مصر يا جماعه، مصر دي اللي اخترعت حاجه اسمها جمعيه. مصر دي اللي عملت الجمعيه. انت تروح كده لعمتك وبتاع، يا جماعه انا عندي مشروع ب 500,000 جنيه، وعمتك والله يا ابني انا معايا 3 4000 ودي معاها 10,000، وواحد انا معايا اختي معاها كام ووالدتي معاها كام، وانا ممكن احوش كام من المرتب، واعمل كاش فلو. اعمل كاش فلو. انا مش محتاج ال 500 يا جماعه دلوقتي، انا محتاج دلوقتي 100 والشهر الجاي نص ومش عارف ايه، ولحد ما نقف على رجلينا مثلا كمان سنه سنتين وهيرجعوا كذا، هنصرف على الاكسبانشن بتاعت البيزنس بتاعنا كذا، وممكن نوزع مثلا 20 30 40% من الارباح بنسب كذا. اتكلم معاهم، حسسهم بالمشروع بتاعك، بيع فكرتك وفهمهم العائد بتاعها هيبقى عامل ازاي، ووريهم ده بروفيشنالي، واشتغل. روح لحلمك. المفروض يبقى حلمك اغلى من ان الفلوس توقفه، واغلى من ان، مع احترامي بقى، اغلى من ان ظروف البلد توقفه. عمرك وشبابك المفروض يكون اغلى من ان اي حاجه توقفه. ايه اللي ناقص عشان تحقق حلمك ده؟ روح اسعى بكل السبل، بيزنس بلان بقى وشرح، واعمل بقى سيمينارز وبتاع، عيش وحقق ان شاء الله. وبجد ربنا يوفقك. انا فرحان جدا اقسم بالله بجد، يعني ربنا يوفقكم كلكم بجد. ويا رب تبقوا انجح ناس في الدنيا، ويا رب البلد دي تعلى بينا، لان هي مش هتعلى بغيرنا على فكره. ربنا يوفقكم كلكم بجد. السلام عليكم.